أفضل قضية لأفضل محامي لأفضل قضية. سي صالح، لننتقل إلى الوضع في سوريا. نعم. هل ترى أن اجتماع اللقاء التشاوري لا يشكل بداية لهذا النظام لناحية فتح صفحة جديدة ومحاولة إدخال الإصلاحات توفر على البلاد مآزق ومآسي؟ بداية أنا بحب أقول شغلة وجدانية عن ما يحصل في سوريا. عروس الربيع العربي الثورة السورية. نحن بلبنان للأسف كان حظنا قليل، تحديدا كجيل شاب، ما عرفنا السوريين إلا من خلال ضباط المخابرات وعسكر المخابرات وقهر السياسي والاعتقالات وسبعة آب والنفي. بالتالي نمت فينا حساسية على كل ما هو سوري. أنا بقولها بصراحة قدام كل الناس. اليوم أنا وعم شاهد سوريا من 3 أشهر لليوم بقول بكل طمأنينة إنه أنا بتشرف إنه الشعب اللبناني هو جار للشعب السوري. أنا اللي عم شوفه بسوريا أستاذ أنطوان من شجاعة واستعداد للتضحية وصفاء بالمطلب ووحدة وإصرار على وحدة البلاد. نعم. هذا شغلة بتشرفني وبترفع راس كل عربي. أولا. ثانيا أنا بدي أطرح شغلة عليك وعلى كل المشاهدين قبل جاوبني بموضوع الحوار. إيه هذا اللي عم نحكي فيه. أستاذ أنطوان، هاي صورة أنا جايبها معي، فهمني فرجيك إياها وفرجيها للبنانيين. هيدي صورة أحد الناشطين اسمه إبراهيم قاشوش، إذا ممكن الكاميرا تاخدها. نعم، خليها. قبل بيومين من الدعوة إلى الحوار المسرحية اللي حصل بوجود نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، هذا الناشط اللي كان مسؤول عن الأغاني الثورية في سوريا، الذي غنى لسوريا والذي غنى لحرية سوريا، اعتقل. هي شغلة طبيعية. وانشالوا زلاعيمه، شالوا له زلاعيمه ورجعوه ليتصور قدام كل الناس ليتعلموا الشعب السوري من هو هذا النظام وماذا يمكن أن يفعل هذا النظام بهم. أي حوار بيحكوا عنه، أي إصلاحات هيدي، والناس عم تنشال زلاعيمها من أجسامها لأنه بتسترجي تغني ضد بشار الأسد، ضد النظام بسوريا. لا يمكن لأحد اليوم فيه عقل وفيه كرامة فيه احترام للإنسانية، مش بس للشعب السوري، أن يضع كلمة إصلاح أو كلمة حوار في نفس الجملة مع النظام السوري أو الرئيس الأسد. لا يمكن. كل من راهن على هذا الحوار وصلنا لهون، لأنه في ناس تنشال زلاعيمة بالطرقات لأنها غنت ضد الرئيس الأسد. بتقلي شو رأيك بمستقبل الإصلاحات؟ هذا نظام وجه إصلاحات، هذا نظام وجه حوار، هذا نظام وجه تفاوض. منك شايف انه هذا الخيار اللي عم تحكي عنه هو خيار حرب أهلية في سوريا؟ أبدا 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 أبدا. أستاذ أنطوان، كل ثورة قامت في العالم العربي وفي غير العالم العربي قامت الأنظمة الاستبدادية بالدعاية للناس أنه في حلين بسوريا، إما الأسد وإما الحرب الأهلية. مش صحيح. الشعب السوري أظهر عن وحدانية، عن تمسك بسوريا الوطن، عن قلة طائفية. فعلا أنا بقول لك بصراحة أنا فاجأتني. ما بصير انه يكون الخيار للشعب السوري او لاي شعب اما الطغيان وشال زلاعيم الناس واما الحرب الاهليه، اما الطغيان وشال زلاعيم الناس واما انتهاك حقوق الاقليات. مش صحيح. الشعب السوري ليس ذاهبا تجاه حرب اهليه. فكره اللقاء التشاوري بحد ذاتها منا سابقه بالتاريخ السوري المعاصر. انت مارق عليك حدا من شال زلاعيمه قبل؟ ما بعتقد. هي سابقه، بس هي السابقه تلغي تلك السابقه. أنا بدي أقول لك أستاذ أنطوان، في 3 عوامل تبقي الأسد اليوم في السلطة لا رابع لهما. العامل الأول موجود في هذا المقال اللي بدي أعرضه عليك وعلى المشاهدين. صحيفة هآرتس ب 14/3 من هذه السنة: الأسد نقطتين، ديكتاتور إسرائيل المفضل. يقول الكاتب سلمان مصالحة في المقال
أن الرئيس الأسد يحظى بتأييد في النخبة الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية غير مسبوق، وكأنه ملك ملوك إسرائيل. عنصر الأول دعامي للنظام في سوريا هو الدعم الإسرائيلي له الواضح. العنصر الثاني هو على عكس الدكتاتوريين اللي فيهم شيء من الحياء الإنساني مستعدين يعملوا أي شيء. هيومن رايتس ووتش نشرت تقرير، هيومن رايتس ووتش اللي من يومين دعت إلى محاكمة بوش الرئيس الأمريكي على جرائم تعذيب. تعذيب كيف بأمريكا؟ يعني بغطسون بمي بيرجعوا بيطلعون. هذه المؤسسة كتبت عن سوريا نقطتين: لم نرى في حياتنا هكذا فظاعات. وهي المنظمة اللي شايفة رواندا ومجاهل أفريقيا وأقاصي العالم. هاي العنصر الثاني. العنصر الثالث هو الغياب العربي. والله العظيم عيب. هول من يذبح بسوريا عرب، ما يحصل في سوريا مسؤولية عربية. الانتقال السلمي والديمقراطي، بس بتسمح لي كمل. الانتقال السلمي والديمقراطي من الحالة الشاذة الموجودة اليوم إلى حالة الطمأنينة والاستقرار والحريات في سوريا مسؤولية عربية. هول أولاد الملك عبد الله بن عبد العزيز، هول أولاد القيادة القطرية، هول أولاد القيادة الكويتية، هول أولاد القيادة المصرية. ما بصير أستاذ صالح. بعدين بدي أضيف هذا. إذا ما كان الحس الإنساني، بس فكرة على السريع، إذا ما كان الحس الإنساني بيدفع هذه الأنظمة العربية إلى معالجة هذه المسألة، يا أخي بالاستراتيجية، بالسياسة، بالمصلحة القومية العربية، الرئيس الأسد وهذا النظام مدخل ضامن للمشروع الإيراني إلى هذه المنطقة. ما في شيء اسمه مشروع إيراني بالعالم العربي بلا النظام. خلينا نبلش من نقطة. بس ما هذا الغياب لا يطاق. صالح، هذا الغياب ما برأيك له كمان أسباب غير اللي عم تتفضل فيها حضرتك؟ وهي غياب كل ما تطالب به الثورة السورية عن معظم هذه الدول؟ لا لحظة. أولا نحن بالحلقة الماضية قسمنا الدول العربية. أنا ما عم أقول أنه في بالسعودية أو بقطر أو بالكويت ديمقراطية، أنا ما عم أقول هيك. بس أنا عم أقول كمان أنه بالكويت وبقطر والسعودية ما في طفل عمره 13 سنة بيذبح بتنشال أعضائه، ما في مغني بغني للثورة بينشالوا زعيمه، في شعب ما تظاهر. طب انه عينك بنت عينك. انا اليوم قدام كل الناس على الهواء، اذا الشعب السعودي تظاهر ضد القيادة السعودية بخلفية وطنية وبأعداد غفيرة وبمطالب محقق، انا بدي اطلع معك على الهواء هون برغم تحالف 14 اذار ولبنان مع القيادة السعودية، بدي اطلع اقول انه يجب سقوط هذا النظام. ليه لا مش هذا السبب. خليني اسالك ليش؟ لكن لانه انا اعتقد انه القيادات العربية بالمرحلة اليوم يعني لا تدرك ما هو الأفضل لسوريا ولشعب سوريا والمنطقة العربية. مش شايف عندهم حسابات استراتيجية شو هي مختلفة، عندهم خوف من التغيير غير مبرر، عندهم فوبيا الإخوان المسلمين بشكل غير مفهوم، وكل هذه ممنوع أن تؤدي إلى غياب عربي. يا أخي إذا ما بدكم تعملوا حراك ضد النظام السوري، اعملوا مبادرة، اعملوا وساطة، اعملوا تدخل ما بيصير إنه الفريق الوحيد المسؤول عن أمن وسلامة الشعب السوري هن الأمريكان والأوروبيين. لا يجوز. النقطة الثانية كمان هي نقطة إسرائيل. حضرتك بتفترض إنه فعلا، ما أنا بفترض، شو اسمه، سلمان مصالحة من صحيفة هآرتس. نعم استاذ، يعني معروف من الاسم كمان انه هو رجل عربي. نعم، ولكن السؤال حضرتك برايك انه رغم ما يشاع عن ما تتهم به سوريا من علاقه او من قبول سلبي من اسرائيل، مش قبول سلبي، ملك ملوك اسرائيل. نعم. يقال عنه في المقال، مش انا. انت حضرتك كمان بتعرف قديش ان في ضغوط امريكيه من اجل الاستجابه لمطالب اسرائيليه. خلينا نبلش بالمفاوضات مع اسرائيل، مفاوضات السلام، العلاقه بالتنظيمات الفلسطينيه، وضع المقاومه في جنوب لبنان. كل هذه القضايا، عدم توقيع اتفاقيات منا مطالب اسرائيليه هيدي. شو بعمل؟ ومش من الشروط المفروضة والتي إذا استجابت لها سوريا قد يتغير الموقف الغربي من سوريا؟ يا عمي هذا الموقف الغربي لا يحتاج إلى أن يتغير، هو بالأصل متواطئ على الشعب السوري.
هل يعقل انه الاداره الامريكيه بس مين متوطئ الشعب السوري؟ الامريكان والاوروبيين. هل يعقل انه الامريكان حليفهم الرئيس السابق حسني مبارك كان رايح بضع مئات القتلى، تم المطالبه برحيل مبارك، بليبيا في عمليه عسكريه للاطاحه بالقذافي، بالبحرين حيث تتهم المعارضه وجزء منها تتهم زورا بانها مواليه لايران، الموقف الامريكي يدعو الى اصلاحات وبحماس وبالتزام. بسوريا بعدها من 3 ايام بيقولوا انه هناك طريق للاصلاحات. يعني بدهم اصلاحات، يعني هم يريدون ان يبقى هذا النظام ليحمي المصالح الإسرائيلية ويبقى قامع شعبه ويبقى هناك مصالحهم الاستراتيجية، ولكن الشعب السوري من نص دقيقة انتقدت القيادات العربية لأنها ساكتة وأنه بس الولايات المتحدة وأوروبا عم تدافع عن الناس بنسبة. بس هذا لا يرتقي إلى مستوى الحدث يا أستاذ أنطوان. بعده على الأقل معروف أنه في يقال أنه في سلسلة شروط إذا وافقت عليها سوريا أو هيك. لما راح بضع مئات القتلى بليبيا تم البدء بعملية عسكرية، راح 2000 قتيل بسوريا بعد ما طلع رئيس دولة كبرى يقول فليرحل الآن. طيب هلا الوقت خلص هذه الحلقة. نعطي المشاهدين أستاذ صالح المشنوق موعد إن شاء الله قريب بحلقة أخرى مع حضرتك. مشاهدينا بنشكركم للمتابعة. روبير النخل يقدم الأخبار، نلتقي بعدها.